فيوجن، شيف ديما شيف فيوجن. هسه اغراض الدولمه صارت جاهزه. اوكي، اغراض كثيره، صح، هي هوايه اغراض نعملها على الاصول. اي نعلمهم يعني المفروض ما ناقصه شيء. نعم. بس طبعا احنا المحافظات العراق كل واحد الشمال عن الجنوب حتى لي بيختلفوا. يقولوا لي يعني الشمال اصلا يسووها باللبن. لبن يحطون والله. الجنوب شكل، وسط شكل، بغداد شكل. بس هاي الطريقه اللي احنا نعرفها واللي هي وصفتي واللي يعني. انا بعرفها كمان بهاي الطريقه اللي هي فيها بيها فول، نسميه باقله باقله الفول، هاي باقله يس. ومع البصل المحشي بهاي الطريقه، بصل وورق سلق او ورق عنب، هي الاصليه بالسلق. رح اغسل لك الرز. قد ايه بدك تقريبا؟ حط هيك شوي. كوبين تقريبا لثلاث. طبعا احنا عاملين كميه اصغر من اللي انت بتستعمليها عاده، مش هيك؟ والتمن يكون المصري او الحبه صغيره يعني، مو بسمتي اكيد. وبتنقعيه لفتره طويله ولا مو كثير؟ نص ساعه. اوكي. قلتي لي التمن. انا وياك اليوم رح نعمل تحدي اللغات. بس تحدي العراقي والاردني، تحدي اللهجات. اللهجات. هسه هذا التمن صار جاهز، نغسله وننقعه نص ساعه تقريبا ونصفيه ونستعمله. حلو. هسه اول شيء حنحضر الحشوه. يلا بننزل الكميه كلها، مش هيك؟ كلها. وبتضيفي لها قديش مقدار اللحم زينب؟ ننقع التمر الهند. هلا هذا التمر الهندي رح احط لك عليه المي الساخنه. هسه هذا لازم ننقعه بالبدايه. قد ايه بتتركيه؟ شوي قبل ما يفك. هذا التمر هند. هذا اول ما تبلشون الوصفه، اول ما نبلش ننقعه ونحطه على صفحه حتى يلحق يتنقع. ممتاز. نقعه بمي حار. حلو. هذا طعمه خرافي بالوصفه. هو اللي بيجيب الطعم كله بتوقع. بالضبط. لحم مثروم. هاتي اعطيكي معنا. فاذا حطينا الرز وحطينا اللحمه. طبعا اكيد لحمه خروف. لا، عجل. انا احب استعمل عجل. حلو. الخروف شويه تصير دسمه. هاي اخف. فيها دهن شوي ولا بدون؟ لا بدون. ومفرومه خشن. اذا تشوفيها اكو قسم يقطعوه يعني بدون فرم بالايد، قطع صغار. هم ممكن. يعني المهم تكون خشنه مش ناعمه، هذا اهم شيء. بالضبط. بصل مفروم ناعم. اوكي. وطماطه همينه مفرومه ناعم او مهروسه ممكن. بس شو بتفضلي؟ انا احبها هيك. أطيب. بس اكو قسم يقطعوها. وهاي شبنت ومعدنوس ونعناع. تعرفين معدنوس؟ ومعدنوس ونعناع. نعناع وفهمنا. المعدنوس هو البقدونس عشان نوضح. بقدونس. عندي معلومات. اللي هذا السؤال الكل يسالني اياه. شنو معدنوس؟ بقدونس. هو الشبت. احنا بنقول له شبت، اللي هو الشبنت اللي هو الدل. يلا. يا عيني على هالخلطه. رائعه. هو اهم شيء الخلطه، هي اللي تعطيها الطعم. وبنسب معينه ولا نفس الشيء كميات الاعشاب؟ يعني في شيء اكثر من شيء؟ لا تقريبا نسب. طبعا اكو ناس ما يحبون شبنت، اكو ناس ما يحب يعني، بس هي انا احبها هيك. اوكي. ممكن بس الشبنت يعطيها فد شيء طعم. تمام. زين. والبهارات انا احط بس بهارات مشكله وملح. ايش تسميها؟ طبعا 5 بهارات ولا 7 مثلا؟ 7 بهارات. بهارات ال7 اللي هي بيها كل شيء. طبعا اكيد اطيب. اوكي. اذا البهارات والملح. وملح. على فكرة الموضوع يعني ممكن يكون أبسط من ما هم متخيلين. دائما الواحد بيكون عنده اعتقاد إنه في كتير اختلاف، ولكن هي لا هاي البيسك يعني. بس اكو اللي ما يحب. مثلا ناس تحط ثوم، ناس ما تحط ثوم. أنا كنت أحط ثوم بس ما حبوا الثوم، شلته. اوكي. شطة شوية. شطة يعني تنطي طعم بس ما راح تكون كلش سبايسي. طبعا هو لازم نخلطه بالإيد. يلا خذي. شو احس بعد خلينا نحط العصير ولا حطي العصير واخلطي بالايد. اعملي لنا اياه مزبوط، خليهم يشوفوا كل الخطوات عشان ياخذوا اصول الدولمه اليوم. اوكي. استحمى. رح احرك لك اياهم انا اذا بدك. اجيك تضيفي لهم كمان بعد الليمون وزيت الزيتون ودبس الرمان. كل الكميه. عصير الليمون. هذا عصير الليمون، هذا لازم طبعا. وزيت زيتون. مش شويه شويه هوايه. وهي دبس الرمان. هذا هم طبعا كلش مهم. يا سلام. طلع شو جوسي. مو هذا اللي انا حنصفيها طبعا، والمي اللي حينزل منها نطبخ بيه الدولمه طبعا. شو ضل هلا؟ اجيب لك مصفى. هسه اريد مصفي وجوا كاسه.
نعم يلا شوي. أوكي. خاشوقة ولا معلقة؟ خاشوقة. شو تسموها؟ معلقة انتم. لا احنا خاشوقة. خاشوقة. هم يسألوني عنها هواية. لا بس خلاص بتعرفي يعني هذا الحكي كان زمان. يعني هلا صار في كتير ناس انفتاح على بعض، صرنا نعرف كل بلد تقريبا شو التسميات، بس احنا عندنا كلمات ما حد يعرفها. بدك شوية رب البندورة مش هيك؟ يعني أنا بناتي عايشين بالأردن صار لهم يعني منهم صغار، فمن أكو كلمات أنا أحكيها ما يعرفون. بس أنت كم من سنة لك بالأردن؟ أنا صار لي 18 أو 20 سنة. أي. هلا نحط 4 معالق. أي 4 معالق معجون طماطة. معجون طماطة احنا نسميه التهم صح؟ أنا طبعا طماطم بندورة احنا معجون. بس هو معروفة أكيد. هيك صارت خلطتنا جاهزة. بس الخلطة جاهزة. أوكي. يلا هي إذا بدك عشان ندخل على المضبوط. لا خلص حخبطها بإيدي اسمعي. لأنه جوسي وراح تلاص الأمور. بالريحة يا جماعة. الريحة خرافية. اي ريحتها رأسا تبين. ومهم انها تكون هيك جوسي حتى المي اللي ينزل منها هو اللي ينطبخ بيها. بس انت رح تصفيها مش هيك؟ اي طبعا اريد مصفي. هي المصفى مع البولة عشان تقدري تحطيها براحتك. زين. شكلها زين صح؟ اي ممتازة. يلا هسه حندير. خل اشيلها خاشوقة لحظة. ما تقدري. نزل لك اياها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هيك حلو. هسه هاي صراحة اخبطها بعدين. بتصفيها يعني قد ايه مثلا؟ يعني بين ما نلف ونحضر الجدر يكون المي كله نازل. وبترجعي بتستخدمي المي؟ اي هو نطبخ بيه الدولمة بالضبط عشان ما نخسر اي شيء من كل هالنكهات. بقي وانا اوديها هاي وين ما بدك. يلا هسه الحشوة جاهزة. واحنا طبعا محضرين كوسة وباذنجان. احنا نسميه شجر. الكوسة شجر. سامعة بيها شجر؟ شوفوا احلى حجم. هسه راح اشوفك البصل شلون نسلقه ونفتحه ونسويه وهيك يطلع. هاي اهم شغله بالدولمة. هاي اهم شيء طبعا. لازم البصل يعني نسويه هيك. اذا استخدمناه راسا يظل قوي. طيب يلا يا زينب فرجينا. هسه هاي نشيل هاي. نشيل هاي. نقشرها. شيل هذا كله. هلا في ناس بنزلوها وبعدين بشيلوا بيكونوا شقينها. لا هي هسه لا اشيل منها ومنها والقشر واشقها من النص. طبعا نوصل لي نص البصلايه يعني مو كامل. هاي هيك بس. وبعدين نحطها بمي حار. هيك قصدي انا. انه هلا بتنزل بالمي الحاره هسه حتى كلها تتفتح. هلا انا رح احط لك المي السخنه. هو مي حار وننزل به البصل اللي هيك. اوكي فاذا طريقه ربع ساعه البصل وبس بتنزليها ربع ساعه. يعني نحطها بالمي الحار على النار ربع ساعه تقريبا حتى تصير معنا هيك طرية تمام. نقدر نحطها على عين اقوى بس هي منيحه كويسه. يلا هسه هاي البصلايه نحطها بيه. طبعا احنا مو وحده بس هاي اكيد نعبيها كمان. اعبيها مي. لازم اغطيها بالمي على القليله عشان نكون عملناه صح. هيا هيك قلت. هاي ربع ساعه بس. اذا بنخليها بالمي السخنه ربع ساعه حتى تطرى معنا. يلا يا زينب خلينا نشيل. يلا هسه نبلش نلفلف. هلا هاي طريقه مين؟ والدتك مثلا؟ من مين اخذتيها هيك زي ما هي؟ اخذتها من الشيف اللي هي تطبخ الدولمه وياي. ايوه. ومن صاحبتي اللي هي هم طباخه. ومن اني بيبيتي احنا نسميها. تسموها ستي جدتك. اي هم كنت اتذكر اشياء هي قايلت لي عليها. بس هي ما كانت تحط دبس رمان وتمر هندي. التمر هندي يمكن تحط. فاذا عشان نتذكر طبعا. فيعني هاي الطريقه نفسها اللي احنا نسويها بالتواصي. واللي انت بتعمليها بالتواصي اللي هي من خلال صفحتك. بالضبط. السؤال المهم يا زينب. بما انه هالقد عندك ضغط على الصفحه وعلى الطلبيات اللي بتجيكم. اكيد. تطبخي انت بالبيت؟
صراحة لا مو كل يوم، بس أني مؤسسة البنات اللي عندي بالبيت، معلمتهم وصفاتي، طريقة الطبخ، كل شيء يعرفون. فمرات أطلع الصفحة أقول لهم سووا لنا اليوم هاي الأكلة، أو يكونون أولادي هم يعني يقولوا لنا نريد هاي الأكلة بالضبط، فيرجعون للصفحة. أكثر أحد مستفاد من الصفحة هو أني. أنت طبعا ولا عشان لأن البنات اللي عندي تعلموا. بالضبط. شوفوا يا جماعة قديش نزلت سوائل هاي اي، وبعد راح تنزل. ضروري إن تشوفوا على الكاميرا عشان نقدر نلف وبعدين نستفيد من المرق اللي عم تنزل للطبخة نفسها. يلا يا زينب. السلق لازم ننقعه بمي حار بس حتى يذبل ويطرى ونقدر نلفه بسهولة. طبعا هي أصول الدولمة سلق بالسلق، بس احنا بالأردن الأكثرية يحبوا بورق العنب. ويلا رح نعمل وانتي ويا ديما سوينا شوية تغيير سوينا بورق العنب عشان الشيف فيوجن يعني. بس الأصلي سلق. ايش بتحسي الزباين بفضلوا أكثر عندك؟ يعني بيطلبوا، في ناس بيطلبوا بالسلق وفي اي انا حاطه تو اوبشنز. أيوة. اللي يريد سلق يطلب سلق، واللي يريد ورق عنب يطلب ورق عنب، فميكس صراحه. يلا ليتس جو. فاذا هلا بنحط مقدار من الحشوه اكيد. حشوه مو هوايه يعني تقريبا هالقد. السعودي الخشن من فوق والناعم من تحت. والورق الورق تكون الخشنه من فوق والناعمه من تحت. ونلفها هيك. حلو. هاي وهاي وهيك نضغطها ونلف. ممتاز. اوكي ممتاز. وهيك تصير، وهيك بصيروا زي الكميه اللي عندنا. بدك تفرجينا وحده بالسلق بعد شوي صح؟ اي بس يذبل شوي. هذا اطيب شيء بالدولمه البصل. يلا يا زينب، هذا البصل بعد ما يطرى زي ما فرجتنا الطريقه بصير جاهز عندنا لللف. بصير سهل إننا نلفه يعني. اي البصل اللي هو اطيب شيء صح. البصل هيك نفتحها. هاي هسه نحشي البصل. الافضل يعني صراحه انا هيك اشتغل جوا الحشوه. اطيب. هيك وهيك ندفها. وهيك نضغطها وندفها عشان تتماسك معنا. تصير هيك وتصير بهذا الشكل. اكيد بالضبط. هاي احنا لافين كم وحده. وهاي صاروا البصلات جاهزين. زين. الباذنجان همينه نفس الشيء صراحه. هاي بالايد. يلا بايدك زينب. هاي هيك اسهل. بلا خاشوقه بلا هاي. بلا خاشوقه بلا معلقه. يلا. هاي وما نترسها هوايه لان هي راح تنطبخ راح اقلل. واني هم شو اسوي؟ اكو سكينه صغيره. يس شوي. لا اكو. وهاي اريد لا اريد هاي اللي جبتيها قبل شويه. السوداء في هاي اذا بدك نفسها، او هاي اجيبي هاي. واني شو اسوي؟ اخزقها شويه هيك حتى يدخل الصوص بيها ويستوي من جوا. حلو. هيك. والحجم عندك مهم انه يكون كله متقارب. أنا كله اخذ الصغار من تصير كبيره ما طيبه. صح. والكوسه نفس الشيء. يا سلام، هي السلق صار اوكي. طبعا ريحه الحشوه تجوع. هاي السلق جاهز اذا بدك. هاي الكوسه همين اني اخزقها شويه. هاي نفرجي هيك على الكاميرا. تمام. هاي تمام. يلا زين. هسه السلق ونفس الشيء اذا زي الورق الخشن لجوا. اللي نحط عليه الحشوه والناعم اللي برا. وين الخاشوقه؟ يلا هاي. يلا اختفت. زين هسه نحط هاي نفس الشيء الحشوه. اوكي. وهم نفس الطريقه وندفها. اللي بده بالسلق موجود واللي بده بالورق موجود. بالدوالي موجود اكيد. صح. كثير باي بعدها قويه. هلا لفيها وخليها على جنب. ديما هسه انا اريد ماعون اسوي بيه البصل. تعرفين ماعون؟ يلا حزري صحن. عافيه. هلا هي البصله معلش انا ايدي ضد الحراره بس ما تعملوا هيك. اوكي. بصلتنا صارت جاهزه. هاي البصل هسه ورا ما انسلق شوفي ايش قد سهل راح ينفتح ويانا. شوفوا قد ايه بتقدروا تفصلوا اوراق البصل بسهوله. طبعا اول وحده بالعاده تخرب ما اعرف ليش، بس الثانيات باعي هي كل ما دخلتي لجوا بتصير اسمك. يس. هاي كلها تنفتح. شوفوا احلاها هاي. جاهزه معانا. حاره شلون بدك تلزميها؟ خلص فقدت الاحساس. خلص معناته يلا خلينا نبدا. هاي خلصنا بالدولمه. يلا بس نجيب الجدر.
جدر تعرفين الجدر؟ يعني في شوفي في بعض المصطلحات اوريدي احنا بنعرفهم. فهلا خلينا نحط الزيت. احط شويه زيت، مو هوايه طبعا. نزلي بس هذا. وبتحطي اول طبقه ايش؟ اول شيء اني احط الطماطه. طبعا هي بس لها هدف، يعني مو انه طعم، المنظر كمان. لا انه حتى لا تلزق. يعني اذا احترقت من جوا الطماطه اللي تحترق، فمن تصبيها تشيلين الطماطه. بالضبط، طبقه حمايه. اوكي. ثاني طبقه. زين، بعدين نحط البصل. اطيب طبقه هاي. هذا البصل لازم لي جوا، البندوره ملزقه عليها، لان هذا البصل يصير لاتشع يسموه. ايوه. هو طبعا اني اكو ناس يقولوا لي جتنا محروقه، هي مو محروقه، هي يسموها لاتشعه. هي بالعكس اطيب شيء هو البصل من يكون لاتشع. وهي البصلات صاروا جاهزين في هون كمان. ايوه. تيجي لها وحده هون هنا. تمام. هسه نرتب الكوسه والباذنجان. يلا. الشجر، انا تعلمت اقول كوسه من عندكم. كوسه والباذنجان هيك انا احطهم وحده عكس الثانيه. التصفيط الفني. نعم. والله يعني كلش نهتم بيها بالدولمه. مدللتيها؟ مدللتها بالضبط. ما هو كله لازم صغار. انت لما يكونوا الكلاينتس او الزباين اللي عندك عم بتدلليهم، صح، هذا اللي بيخليهم يرجعوا. بالضبط، صح، ويطلبوها دائما. يلا هلا رح هسه الفول. باقله الفول ممكن نحطها بكعب الجدر، كعب الجدر، او ممكن هيك نحطها، بس مرات تحترق اذا حطيتيها بكعب الجدر. هيك خليها كلها. انا احب الفول فاحط هوايه فول. انا كثير بحبه. زين. وهسه ورق العنب نرتبه هيك. انا احطها هيك سراوات حتى لا ينفتحت، دائما تكون لتحت. وقديش بتاخذ كلها على النار معاكي؟ يعني مينيمم ساعتين. حتى تكون مستويه، حتى تتنهنه. بالضبط، لان هي هالمنظر اذا ما مستويه ما تنأكل. نغطيه كله، حاول انه يتغطى. نغطيه كله. توشوش زين. فكري انه مش بحكي مع حالي. طبعا كله بدنا نغطيه كامل. هيك. وهلا اهم شيء طبعا بدنا نفرجيكم الصوص كله اللي نزل من تتبيله الأرز. هسه قبل الصوص. هسه هاي نحطها على النار. راح يطلع منها صوص. رح تنزل من المية اللي فيها. صوص راح يطلع منها الصوص، تنطبخ بيه. من ينشف الصوص نضيف هاي. قد ايه بتضيفي منها؟ هاي اللي هي نضيفها كلها تقريبا، كل الكميه. هسه هاي نشيلها. شوفي الصوص اللي نزلت من الحشوه ايش قد. وتمر الهند طبعا نصفي مع الصوص. ونضيفه ويا الصوص وشويه شكر. يلا هسه هاي جاهزه. يا سلام. راح نحطها على نار عاليه اول شيء. يلا. اوكي. ليش عاليه؟ اول شيء حتى تلجع، واذا اكو لحم ريش بيطلع لونهم احلى، نسميها ضلوع. اكيد. حتى تتحمر ويصير لونها حلو. نتقل عليها ونحط هاي مهمه حتى ما تفك. واذا ما عندكم هاي حط صحن طبعا. واول شيء اذا على نار عاليه، على نار عاليه بس تطلع منها السوائل. وبس تطلع السوائل بتكون بهاي الوقت احنا ايش عملنا هون؟ فرجينا. عندنا هاي المي اللي نزلت من الحشوه، والتمر هندي المنقوع، والشكر. يا سلام. شوفي هسه هذا المي كله اللي طلع منها ننتظره كله ينشف ويروح، وتبدي تسوي تشك 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 تشك. ورا ما تسوي تشك تشك ندير هذول، ننزل السوائل. يلا ماشي. اوكي زينب. هلا بعد ما نشفت المي، هسه ورا ما نشفت المي راح ندير هذا. اني احط خاشوقه شكر تعادل الحموضه، كلش طيبه. اذا بنحط السكر شكر. هلا هيدا عشان يوازن حموضه البندوره. بالضبط. تمام. البندوره، دبس الرمان والتمر هند يعني يراد لهم شويه شكر 100%. وهلا بننزلهم. يلا هسه ندير يا سلام. هذا كافي بجنن. هلا بنضيف التمر هندي. تمر هندي. وبنرجع بنسكر عليها. وقديش بنتركها؟ بالشطل اني احب
شطل. شوكة. تمر هندي هذا كلش مهم. كلش أحب اللهجة العراقية كلش. يلا تمام. هلا نزلناها وبنغطي عليها وبنخليها قد ايه؟ هسه هيجي شويه المي صار هوايه، المفروض اقل، بس انا ايش اسوي بهيجي حاله؟ اعلي النار ايوه حتى تنشف بسرعه وبعدين اوطيها. بس نعلي النار ننتظرها تفور. ممتاز. اوكي. طبعا زينب ما نسيتنا بوحده جاهزه. جبت لكم جاهزه لان قلت ما راح تنتظرون هاي وبين ما تستوي. مش مشكله، انا المشكله الفريق اللي قاعد عم بستنى لان يشتمون الريحه باطيب دولمه. هلا رح نقلب لكم اياها. يلا هسه اول شيء نقلبها الدولمه المستويه جاهزه. انا اهم شيء الخبزه. هاي الخبزه انا بالنسبه لي اهم شيء. حطيها خليها هيك، خليها هيك حتى ما تضايقك. طبعا انت انا اقلبها. طبعا انتي يا ساتر. انتي كل تعبها وشقاها. هلا تعالي هون، كله بيدك. تعالي هون ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. شيف يعني شيف محترفه. يا عيني عليك. هاي هيك ندقدقها. الريحه يلا انت شيليها. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 1 2 بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شفتي؟ هذا اهم شيء. هذا كعب الجدر، هذا اهم شيء. هذا عندنا هذا احنا نتعارك عليه واحنا كمان. والله مين قال لك؟ هاتي اساعدك بهدول. يلا خلينا ننزل البصلات. شوفوا هاي البصله قد ايه مهمه. هاي اطيب شيء. هذا اطيب شيء كعب الجدر. احنا يعني نتعارك عليه والله. واحنا كمان. وشي يسموها لاجعه. اذا ما كانت لاجعه فهاي يعني ما تكون مضبوطه. شوفي هذا الاسود، هذا طبعا مو محروق. طبعا هذا كله لاجع. هدول البندورات مهمين. شوفي هاي انا ما احطها بس هي طيبه. انا بحبها. كلها نرتبها. يا عيني عليك يا زينب. شوفي هاي يعني هي اصول الدولمه حامضه ولاجعه 100%. وهي اخر حبتين. اخر حبات حطيها. الريحه يا سلام. جعت شو متنا. يلا هيك حركيها حتى تنفعها هيك حتى تصير سهله بالصب. هاي الرمان طبعا اضافه من عندي اكيد، بس كلش يعطيها طعم طيب. وانا كلش جوعانه. يلا على الاكل. فيوجن شفتي ما شاف فيوجن.